كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وينعاد عليكم بالأيام بالخير والصحة. معايا جايبالكم أكلة جميلة خالص كلها في حلة واحدة بإذن الله. مش هنبوظ مواعين كتير وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واللي جديد معايا أتمنى يشترك ونورني في القناة، عيلتي تكبر بيكم. ما تنسونيش اللايك وكتبولي لو الأكلة والوصفة عجبتكم، أتمنى تجربوها وتكتبولي إن هي عجبتكم. معانا حبايبي طرنشات طماطم وطرنشات بصل وفراخ، ومعانا كرنب ملفوف، ومعانا بهارات. ان شاء الله الاكل هتعجبكم باذن الله. انا حطيت البصل الاول وبعدين هرش عليه من التوابل وهحط عليها الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، حلقات الطماطم كده انا حطيتها، وهرش عليها من نفس البهارات مع الملح، بهارات البيت بتاعتنا العادي اللي هو الكزبرة والكمون والشطة والفلفل الاسمر والملح. وده الفراخ انا متبلاها فلفل اسمر وملح بس. انا رصيت الفراخ فوق البصل والطماطم، وهنرص الكرنب، صوابع الكرنب، محشي الكرنب كده من فوقيهم. احنا هنتلفيه وتحشيه عادي كأنك انت هتطيبيه في حلة واحده. انا كده بعد ما خلصته خالص الاكل ان شاء الله هتعجبكم جميلة خالص. هتحط لها مكعبين مرق لو انت حابة، يعني مش حابة عادي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك من فضلكم لو سمحتم. انا رفعتها على النار، مفيش مية خالص، مش هنحط مية خالص للمحشي ده. انت بس كتر الطماطم والبصل وهو هيعمل شوربة وحديه هتطيب المحشي معاك ان شاء الله، والاكل هتعجبك خالص. الريحة بتاعتها جميلة خالص، معبية المكان في الشقة خالص. يعني انا مهما اوصفلك مش هقولك ريحتها وطعمها حلو ازاي، بس انتي دربيها وعلى ضمانتي ان شاء الله هتعجبك ومش هتبطلي تعمليها. انتوا شايفين السوائل اللي طلعت وحديها، انا ما حطيتش سوائل خالص ولا مية خالص. دي السوائل اللي طلعت من البصل والطماطم والفراخ. ان شاء الله هتعجبكم حبايبي. الفراخ اتبليها بس بالفلفل الاسمر والملح بس، ما تحطيش مية خالص، وهد عليه النار على نار هادية خالص. ولو عندك شياطة حطها تحتيها. وادي بعد ما استوى معايا هنشوف مع بعض دلوقتي واحنا بنقلبه سوا. اللهم بارك. الريحة والطعم بصراحة يعني مش مهما اوصف مش هوصفلك. الريحة والطعم بتاعها روعة روعة روعة. احلى ان انت تطيب المحشي ده وحده اصلا، بياخد من طعم الفراخ، بيبقى طعمه خطير. والفراخ مستوية دايبة خالص، مش متحملة حتى اي حاجة. شايفين حبايبي الفراخ مستوية خالص، واتمنى يا رب تعجبكم. شايفين دي من الصدر اهي، شايفين طيبة مستوية خالص كده يعني. بس انت حطيه على نار هادية، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو سمحتم. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلام، والسلام عليكم.